استثناء الآلهة، الكوزميك انتيتيز، الروبوتس أو الفضائيين، وبرضه مع استثناء الشخصيات اللي ذكائها تم تعزيزه عن طريق إشعاعات أو تكنولوجيا. دي قائمة بأذكى 10 شخصيات بشرية قدمتهم شركة مارفل. رقم 10 إريك لينشر، ماجنيتو. ماستر مايند بمعنى الكلمة وعبقري في عدة مجالات علمية مختلفة. ماجنيتو بخبرته في الهندسة الوراثية وعلم الطفرات قدر يصنع كائنات حية صناعية ويدي طفرات لبشر عشان يديهم قدرات خارقة، غير انه اسس السيطرة على العقل عبر الجينات، بالاضافة لخلق نسخ من بشر بالغين والتغيير في جينات النسخ دي. ماجنيتو ليه اكتشافات ثورية في مجال فيزياء الجسيمات، وصنع طائرات حربية ومولدات بتشتغل بالطاقة الكهرومغناطيسية، وليه اختراعات تانية زي حواسيب وروبوتس معقدين، غير انه قدر يخترع آلات تقدر توقف القدرات الخارقة لأي ميوتنس على بعد أميال. ماجنيتو مسجل 5 من 7 في الذكاء في الباور جريد. الباور جريد اللي مش عارف هي مجموعة من الأرقام بتوضح قدرات شخصيات مارفل وموجودة في سلسلة Official Handbook of the Marvel Universe. It is, isn't it? And what would Charles think of this little commando raid of yours? I dare say he wouldn't approve. رقم 9 دكتور ناثانيال إيسكس، مستر سينستر. مستر سينستر عبقري وخبير في عدة مجالات علمية أهمهم علم الوراثة، حيث إنه ليه أبحاث كتير جدا عن الطفرات وتأثيرهم وعن التركيب البيولوجي للبشر والكائنات الفضائية، بالإضافة للاستنساخ وكل مجالات الفيزياء والهندسة. سينستر عمره أكتر من 150 سنة، مما اداله الفرصة إنه يجمع معرفة واسعة في عدد ضخم من المجالات خلوه عالم ومخترع كبير. في فترة من حياته مستر سينستر قابل أبوكاليبس اللي خلى ذكائه يرتفع لمستويات أعلى كمان، لكن حتى قبل دوت ناثانيال كان عبقري معاه عدة شهادات في عدة علوم ودكتوراه في الطب والفلسفة، وكان عضو في الجمعية الملكية في بريطانيا، بالإضافة لمواهب تانية كتير في الجراحة والهندسة وعلم النفس والتلاعب بالعقول، حاجات تخليه بلا شك يستحق اعتباره من أذكى البشر على الأرض. مستر سينستر مسجل 5 من 7 في الذكاء زي ما هو واضح في الباور جريد بتاعته. My name is Sinister. Mr. Sinister. رقم 8 دكتور هانك ماكوي، بيست. بيست معاه 6 شهادات دكتوراه وخبير في مجالات علمية كتير زي الفيزياء الحيوية، الكيمياء الحيوية، الوراثة والإلكترونيات. هانك ليه اكتشافات واختراعات كتير زي اكتشاف علاج لفيروس لاجاسي اللي قتل مئات من الناس، واخترع جهاز سيريبرو اللي بيستخدمه بروفيسور اكس للبحث والتواصل مع الميوتنز في العالم، وكمان شارك في اختراع آلة زمن مع الاكس كلاب. هانك برضو عنده ذاكرة فوتوغرافية بتخليه يفتكر معادلات رياضية وكيميائية معقدة، زائد انه بيتكلم اكتر من 10 لغات. بيست برضو مسجل 5 من 7 في الذكاء. Professor? رقم 7 تيتشالا اوف واكاندا، بلاك بانثر. ملك وحامي دولة واكاندا، تيتشالا عبقري في العديد من فروع الرياضيات ومعاه دكتوراه في الفيزياء من جامعة اوكسفورد، زائد انه دمج ما بين الخيمياء والعلوم واسس علم جديد اسمه الشادو ساينس او علم الظلال، اللي مكنه من دراسة معدن الفايبرانيوم اللي مصنوع منه درع كابتن امريكا وتطوير اسلحة ضد المعدن ده، بالاضافة لاختراع جهاز تليبورتيشن. تيتشالا عنده عقل استراتيجي عبقري، زائد انه بيتكلم لغات كتير بطلاقة. بلاك بانثر مسجل 5 من 7 في الذكاء في الباور جريد. I am T'Challa. The Prince of Wakanda. رقم 6 أماديوس تشو، هالك. أماديوس تشو هو تاني شخص يحمل لقب هالك بعد بروس بانر. الفرق بينه وما بين بروس بانر انه بيقدر يتحول لشكل هالك بمزاجه باستخدام جهاز في ايده، عكس بانر اللي بيتحول لما بيتعصب. ذكاء أماديوس بيكمن في قدرة مخه انه يشتغل كأنه كمبيوتر خارق، بيقدر يحسب عدد لا نهائي من الحسابات في دماغه بسرعة وبكفاءة، وبيقدر يحلل المواقف بشكل سريع وبيتكيف فورا مع اي تغيير تكتيكي. بسبب مخه اللي بيشتغل ككمبيوتر، أماديوس بيقدر يجمع ويحفظ ويفهم عدد لا متناهي من المعلومات في وقت قصير جدا، بيقدر يميز الأنماط ويفهمها بسرعة، وعنده قدرات ملاحظة واستنتاج خارقين. الذاكرة الفوتوغرافية بتاعته بتخليه حرفيا غير قادر على انه ينسى اي حاجة. أماديوس تشو مسجل 6 من 7 في الذكاء زي ما واضح في الباور جريد. I'll give you some tips though so you can compete better next time. I can teach you how to transmit my genius brain impulses to your nerve cells. It's my current research. رقم 5 توني ستارك، ايرون مان. بتخرجه من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بمرتبة شرف في سن 17 سنة، توني ستارك هو معجزة في الهندسة والميكانيكا وبلا شك واحد من أذكى 5 أشخاص على الأرض. عنده قدرة خارقة على الارتجال واستخدام الأدوات المتاحة في إيده للخروج من المشاكل بشكل فعال، زي ما اخترع أول ايرون سوت عشان يهرب من الأسر في أفغانستان، زائد إنه قدر يعمل هاكينج لتكنولوجيا كائنات فضائية اسمهم كري، ودولت عندهم تكنولوجيا متقدمة عن البشر بقرون. ايرون مان برضه مالتي تاسكر ممتاز، بيقدر يتحرك، يحارب، يتكلم ويعالج المعلومات اللي حواليه كله في وقت واحد وبسرعة شديدة. ايرون مان مسجل 6 من 7 في الذكاء. In 3, 2, 1.
رقم 4 فيكتور فان دوم، دكتور دوم. دكتور دوم بيعتبر من أخطر العقول على الأرض، بعلم واسع في مجالات مختلفة من العلوم حتى السحر. دوم قدر إنه يخترع مئات الأجهزة من ضمنهم آلة زمن وآلات تقدر تدي قدرات خارقة وأنواع كتير من الروبوتس. أشهر أمثلة على الروبوتس اللي اخترعها هما الدوم بوتس، آليين شبهه في كل حاجة وحتى بيتصرفوا زيه وعندهم ذكاء اصطناعي عالي جدا لدرجة إن كل واحد فيهم فاكر نفسه دوم الحقيقي. دكتور دوم متخصص في الفيزياء، الروبوتات، السايبرنتكس، الوراثة، تكنولوجيا الأسلحة، الكيمياء الحيوية وحتى السفر عبر الزمن، غير إنه عنده موهبة طبيعية في القيادة، التخطيط، السياسة والتلاعب. دكتور دوم مسجل 6 من 7 في الذكاء. None lay hands on Doom. رقم 3 دكتور بروس بانر، هالك. بروس بانر حاليا ما عندوش اي قدرات خارقه، والشخص اللي خد قدراته بقى حاليا اسمه هالك هو امادياس تشو اللي اتكلمت عنه من شويه. لكن بقدرات خارقه او من غيرها، بروس بانر عنده ذكاء خارق، عبقري في الفيزياء النوويه، وعنده قدرات عقليه مفيش اختبار اي كيو بيستوعبها، وقدر قبل كده يصيب نظام كمبيوتر بفيروس حتى توني ستارك ما قدرش يواجهه. توني ستارك بيعتبر بروس بانر اعظم عالم فيزياء نوويه في العالم. لكن بروس مش بس عنده خبره في الفيزياء النوويه، لكن كمان عنده خبره في مجالات علميه تانية زي المجالات المختلفه للهندسه والاحياء. بروس بانر مسجل 6 من 7 في الذكاء، ولما بيتحول لهالك ذكائه بينزل ل2 من 7. That's my secret, Cap. I'm always angry. رقم 2 دكتور هانك بيم. دكتور هانك بيم كان ملقب بعدة ألقاب، منها أنت مان، جاين مان، جوليا، سيرو جاكيت، واسب وحتى ألترون. هانك بيم بيعتبر من أهم علماء الكيمياء الحيوية في العالم، مع خبرة في مجالات علمية كتير زي الفيزياء الدون ذرية، الروبوتات، السايبرنتكس، الذكاء الصناعي، البرمجة، الطب، البصريات وعلم الحشرات. دكتور بيم هو اللي اكتشف مجموعة من الجسيمات الدون ذرية اللي عندها القدرة إنها تغير حجم وكتلة الأجسام، وسماها بيم بارتيكلز أو جسيمات بيم، وبيهم اخترع كل البدل بتاعته اللي بتصغر الحجم زي بدلة انت مان، او اللي بتكبر الحجم زي بدلة جاين مان، واخترع خوذة بتخليه يتواصل مع النمل. خلال المشوار المهني بتاعه دكتور بيم اخترع الروبوت ألترون اللي بيعتبر أذكى أنظمة الذكاء الصناعي في التاريخ، وكمان صنع العديد من الأدوات اللي فريق افنجرز بيستعملهم. هانك بيم مسجل 6 من 7 في الذكاء. Dr. Pym? Yes, I'm still alive. قبل ما نتنقل لرقم 1، دول 3 شخصيات كانوا قريبين جدا من انهم يخشوا القايمة. تشارلز إكزافير، بروفيسور اكس. لو كان في مركز 11 كان بروفيسور اكس هو اللي هياخده بذكاء 5 من 7 في الباور جريد. هو وماجنيتو ذكائهم قريب جدا من بعض، لكن ماجنيتو عنده معرفة في مجالات علمية اكتر بكتير كسبته المركز العاشر بدل بروفيسور اكس. ألتو أوكتافيوس، دكتور أوكتوبس. مع معرفة في عدة علوم منهم الهندسة والفيزياء وتأثير الإشعاعات على الحيوانات وذكاء 5 من 7 في الباور جريد، دكتور أوكتوبس يستحق إنه يتم ذكره من ضمن أذكى الشخصيات. إن صباح نور، أبوكاليبس. السبب وراء استبعاد أبوكاليبس من القائمة هو إن عنده ذكاء لا يمكن استيعابه بالمعايير البشرية، وقدرات بتخليه شبه إله. بذكاء 6 من 7 أبوكاليبس كان بلا شك هياخد المركز الأول لو كان متوافق مع معايير القائمة. رقم 1 دكتور ريد ريتشاردز، مستر فانتاستيك. بخبرة واسعة جدا في مجالات مختلفة زي الهندسة الكهربائية والميكانيكية وهندسة الطيران، بالإضافة للإلكترونيات والكيمياء وكل مستويات الفيزياء والأحياء سواء بشرية أو فضائية. ريد ريتشاردز يستحق المركز الأول عن جدارة. ريد ليه اكتشافات في مجالات كتير من ضمنهم السفر في الفضاء، السفر عبر الزمن، السفر عبر الأبعاد، الكيمياء الحيوية، الروبوتات، الكمبيوترز، الطفرات، الهولوجرافي، توليد الطاقة ومجالات تانية كتير جدا. ريد معاه شهادات كتير في بعض المجالات دي قبل ما يوصل لسن ال20، غير آلاف الاختراعات اللي من ضمنهم كان بدل بتتكيف مع قدرات افراد الفانتاستيك فور، زائد انه باستخدام معرفته وذكائه حرفيا انقذ المالتيفيرس كله في احداث سيكريت وورز 2015. مستر فانتاستيك مسجل 6 من 7 في الذكاء. دي كانت القايمة، لو عجبتكم اعملوا لايك شير وسبسكرايب وكومنت فيه اي ملاحظات. اشوفكم الفيديو الجاي.